طيب هو ساب الجيزة. طيب استنى بقى، لو انت ابوك خوفو وجنبك اعظم مشروع معماري في العالم كله، ايه اللي يخليك تسيب الجيزة؟ سؤال ممتاز، بس محدش يقدر يجاوب عليه اجابة قاطعة. السلام عليكم. في ملوك التاريخ ظلمهم، وفي ملوك التاريخ نسيهم، بس ملك النهاردة حصل له الاتنين. مبخت قوي، راجل ابوه من اشهر ملوك مصر القديمة، واخوه من اشهر ملوك مصر القديمة برضه، وهو نفسه حكم، ومع ذلك لو جيت سألت اغلب الناس عنه دلوقتي غالبا مش هيعرفوا اسمه. الغريب بقى ان الراجل ده اسمه مرتبط بحاجة هتفضل مع ملوك مصر مئات السنين من بعده. ومش بس كده، ده ساب الجيزة كلها وراح يبني هرمه في مكان تاني. ملك عاش بين عمالقة الأسرة الرابعة، لكن اسمه اختفى وسط شهرة اللي حواليه. الملك دجدفرع أو جدفرع. بصراحة كده جدفرع من أكتر الناس اللي اتظلموا إعلاميا، لأن كل ما حد بيجيب سيرة الأسرة الرابعة تسمع سيرة خوفو وخفرع منكورع، أما جدفرع تحسه قاعد في الركن كده محدش واخد باله منه، مع إنه غالبا مسك الحكم بعد خوفو مباشرة. والدليل على كده إن اسمه ظهر على أختام مرتبطة بمراسم دفن خوفو نفسه. يعني الراجل كان موجود وبيشرف على جنازة أبوه الملك، وده خلى أغلب الباحثين يشوفوا إن وصوله للحكم كان طبيعي ومشروع. بس بصراحة مش دي أكتر حاجة خلت الباحثين يهتموا بجدفرع. اللي شد انتباههم حاجة صغيرة جدا، لقب اسمه صرع، يعني ابن رع. جدفرع هو أول ملك معروف يستخدم اللقب ده بشكل واضح جدا ضمن ألقابه الملكية، ودي نقطة مهمة جدا، لأننا من بعدها هنبتدي نشوف ارتباط أقوى بين الملوك وإله الشمس رع. والأهم إن الموضوع موقفش عن جدفرع بس، لأن ملوك جم بعده كملوا في نفس الاتجاه، وهنلاقي أسماء زي خفرع ومنكورع اسم رع ظاهر فيها. عشان كده بعض الباحثين بيشوفوا إن عهد جدفرع كان مرحلة مهمة جدا في صعود مكانة الإله رع في الفكر الملكي المصري. طيب هو ساب الجيزة. طيب استنى بقى، لو انت ابوك خوفو وجنبك اعظم مشروع معماري في العالم كله، ايه اللي يخليك تسيب الجيزة؟ سؤال ممتاز، بس محدش يقدر يجاوب عليه اجابة قاطعة، لان السبب الحقيقي لحد النهاردة مش معروف. لكن في اكتر من رأي. في باحثين شايفين ان الموضوع كان له علاقة بافكار دينية مرتبطة برع، وفي باحثين شايفين ان اختيار ابو رواش كان لاسباب عملية وهندسية. لكن المؤكد ان القرار كان غريب جدا بالنسبة لملك جاي من الأسرة اللي بنت أهرامات الجيزة. والأغرب ان كتير من الناس أصلا ما تعرفش ان جدفرع كان عنده هرم، لأن اللي باقي منه النهاردة للأسف مجرد أطلال. لكن زمان كان مشروع ضخم جدا. الهرم اتبنى فوق هضبة مرتفعة جدا بشكل لافت، لدرجة ان موقعه كان يخليه ظاهر بمكانة مميزة رغم انه أصغر من هرم خوفو. واستخدم فيه جرانيت أسواني، واتعملت جنبه حفرة سفينة جنائزية عميقة. لكن مع مرور الزمن المكان اتعرض لتدمير شديد جدا، وفي عصور لاحقة المكان اتحول لمحجر واتاخد منه كمية كبيرة من الحجر. علشان كده ضاع جزء كبير جدا من الهرم اللي كان قائم هناك. ولما علماء الآثار بدأوا يشتغلوا في أبو رواش لقوا حاجة غريبة جدا، تماثيل جدفرع مكسرة ومبعثرة في كل مكان. وطبعا بدأت النظريات. في شواهد بتخلي الباحثين يعتقدوا ان خفرع اكمل اجزاء من المنشآت الجنائزية الخاصة باخوه. اما التدمير الكبير للتماثيل فالارجح انه حصل بعد قرون طويلة جدا من عصر الاسرة الرابعة. ومن وسط كل التماثيل المحطمة دي طلع واحد من اجمل رؤوس التماثيل الملكية في الدولة القديمة، والراس دي موجودة النهاردة في متحف اللوفر. طيب استنى، لسه في حاجة صغيرة. بعض الباحثين بيعتقدوا ان جدفرع ممكن يكون مرتبط باقدم تمثال ملكي معروف بيجمع بين راس انسان وجسم اسد، بعد اكتشاف تماثيل من النوع ده في مجمعه الجنائزي في ابو رواش. هل ده معناه ان جدفرع هو صاحب اول ابو الهول في التاريخ؟ لا طبعا، ما نقدرش نقول كده بشكل قاطع، لكن الفكرة مطروحة بين الباحثين، وده لوحده كفاية يخلي اسمه مثير للاهتمام. غريبة قوي ان ابن صاحب الهرم الاكبر واول ملك معروف استخدم لقب ابن رع، وصاحب الهرم اللي لحد النهاردة محير الباحثين يبقى اسمه مش مشهور زي خوفو او خفرع. بس يمكن هي دي طبيعة جدفرع اصلا، ملك حكم سنوات قليلة وساب وراه اسئلة
اكتر من الاجابات. وعشان كده بعد اكتر من 4500 سنة لسه بنتكلم عنه لحد النهاردة. انا عن نفسي شايفة ان الراجل ده اتظلم جدا. انتوا ايه رأيكم؟ وعلى رأي المثل اللي انا لسه مألفاه دلوقتي، حكايات الفراعنة لسه ما خلصتش. سلام يا ملوك.